Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متتبعي قناة كنيزي تي في. كما لاحظنا اليوم عندنا أخبار مهمة. نبداو بأول خبر اللي هو الجزائر توافق على مشاركة المنتخب المغربي وشروط المنتخب المغربي، ولكن تضع شرط واحد، وهو أن الطائرة المغربية التي ستقل المنتخب المغربي صوب الجزائر لن تكون طائرة مغربية، وذلك لأسباب خاصة. أولا، السبب الأول هو الشكوك الدائمة للتجسس على الجزائر. لهذا قررت الجزائر أن تبعث طائرة خاصة، الطائرة التونسية، لتقل المنتخب المغربي من الرباط إلى الجزائر، أن تكون الطائرة غير طائرة مغربية، خوفا من تجسس وتصوير المناطق الحساسة في الجزائر. هذا هو سبب رفض الجزائر لدخول الطائرة المغربية أو فتح المجال الجوي، خوفا من التجسس على أراضيها. وهكذا قررت الجزائر عدم فتح الحدود، وإنما توفير طائرة تونسية لتقل المنتخب المغربي من الرباط إلى الجزائر. في موضوع آخر، وهو الموضوع الذي أثير ضجة كبيرة. هذا الموضوع هو عن أسد الأطلس، الذي يدعي الجزائريون أن أسد الأطلس هو جزائري في الأصل، وأن أسود أطلس هي من حقهم هم وليس ثعالب الصحراء. هذا ما يريدون قوله. كيف يعقل أن يكون أسد الأطلس تسمية على جبال الأطلس، وجبال الأطلس تسمى أو المحيط الأطلسي؟ كيف يعقل أن يكون أسد الأطلس عند الجزائريين وهم لا يملكون محيط أطلسي؟ هذا هو سبب تسمية أسود الأطلس نسبة إلى جبال الأطلس التي لا توجد في الجزائر. لهذا إخوان الجزائر، كيف ما تلاحظون أن سلالة أسود الأطلس ما زالت متوفرة في حدائق الرباط، وهناك 37 أسدا مغربيا أصيلا وليس مهجنا. ما عليكم سوى الدخول إلى حديقة الرباط كي تكتشفوا أن أسد الأطلس هو أسد مغربي حر، وليس الأسد الأطلس فقط، بل كثير من الحيوانات. الجزائر، لكن كم من حيوان أيضا تزخر بهم الجزائر. قاسي سعيد، نتحدث عن الأسد الجزائري الذي عاش لقرون في جبال الأطلس الجزائرية. هذا أسد الأطلس أو طابع بريدي للجزائر. شوف، هذا ذكر أسد بربري تم تصويره في الجزائر من قبل ألفريد إدوارد بيس في عام 1893. للأمانة الأسد الجزائري لم يشاهد في الجزائر منذ أربعينات القرن الماضي، ربما يكون قد انقرض ولا وجود له، لكن الأسد أيضا يعيش في الجزائر منذ القدم ويمكن الاعتماد عليه في التمائم. حتى تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل، لو نعود للتاريخ للأصل، هي تسمية جزائرية، هي تسمية للجزائريين. لماذا؟ لأنه الأسد جبال الأطلس التي ينسب إليها هذا الأسد، الجزائر تملك تقريبا نسبة 70 أو أكثر بالمئة من نسبة هذه الجبال. نعم. لذلك الجزائر أولى بهذه التسمية. لماذا نختار الفلك على حساب الأسد؟ صحيح أن الأسد أصبح غير موجود حاليا في الجزائر، ولكن الأسد كان موجودا في الجزائر. نعم. كان موجودا في الجزائر، وهناك حتى من الشهود الجزائرية. الخبر الجديد والجميل هو أن الدرك الوطني الجزائري أو شرطة الحدود تقوم بضبط كمية كبيرة من الزليج، وهذا الزليج على ما يقولون أنه الزليج الجزائري، ويريدون إلصاق التهمة بأنه يهرب إلى المغرب عبر كراطين. وهذه
المجموعة من الكراتين تحتوي على الزليج المنقوش بالطريقة الأندلسية أو الطريقة الصويرية أو الطريقة الفاسية أو المكناسية، لأن المغرب لا يشتغل بالطريقة الصباغة على الزليج أيها الجزائريون، بل نحن في المغرب نصنع الزليج قطعة قطعة ولا نصبغه كما قال أحد. نحن لا نقوم بصباغة الزليج كما يفعل بعض الإخوان في الجزائر. كما تلاحظون نحن نقوم بصناعة الزليج من الطين، ثم قطعة بقطعة ويتم جمع القطع، ثم نحصل على تحف فنية. كما تلاحظون هذه قطع مجمعة وليست صباغة كما رأيت أحد الإخوة في الجزائر يفعل في أحد قطع من البلاستيك أو الكرتون. كما تلاحظون يتم جمع هذا الصانع التقليدي، يتم جمع القطع على شكل دوائر، وكل قطعة لها اسم، كل قطعة لها اسم، وليس كما يدعي الجزائريون أن هم أصحاب الحرفة، بل المغاربة أسياد العالم في الحرفة التقليدية بخصوص الزليج، لأن هذه الحرفة موروثة أبا عن جد، والعالم كله يشهد أن صناعة الزليج هي صناعة مغربية لا مثيل لها. اللاعب زين الدين زيدان تلقى دعوة من الجزائر لحضور افتتاحية الشان، ولكن الصدمة الكبيرة أن زين الدين زيدان اعتذر ورفض الحضور إلى الافتتاحية، كما رفض رئيس الفيفا ورئيس الكاف ذلك، لأنهم سيكونون حاضرون في قرعة الكأس العالم للأندية في المغرب يوم 13 في الشهر، وهذا ما يدل إلا على أن الشان الذي عملت له الجزائر شانا كبيرا ما هو إلا بطولة وهمية كأس العرب كذلك. هذا الكأس مجرد كأس ترفيهي كما قال أحد المسؤولين في الجامعة القطرية أو الدول العربية بعد كثير من القيل والقال، وطلب من رئيس الفيفا أن تصبح كأس العرب هي كأس رسمية كل وقت في دولة عربية، والمستضيف سيكون هو الدولة التي نظمت كأس العالم دولة قطر، وسيكون هذا التنظيم تنظيم تاريخي وستكون في تواريخ الفيفا. أما بالنسبة للمستجدات المنتخب المغربي، الحمد لله أن اللاعبين يمارسون في الدوريات الكبرى، ونطلب الشفاء العاجل لمزراوي الذي أصيب بالالتهاب في غشاء القلب. أما الأبطال ديالنا، الأبطال المنتخب المغربي اللي كنتمنى لهم مسيرة موفقة مع الفرق ديالهم، كما لاحظتم أن الخنوش لاعب جميل بعد العودة ديالو، بين على مؤهلات كبيرة. لاعب نصيري كذلك، زياش كذلك، أن اللاعبين كلهم اللي شاركوا في البطولة ديال كأس العالم واحتلوا المركز الرابع، مع العلم أنهم من أحسن المنتخبات اللي شاركت في كأس العالم، وهذا بشهادة الجميع. والدليل هو أن في هذا كأس العالم تعطى المنتخب الرتبة ديال حسن جدا، يعني المنتخبات اللي تعطت لهم حسن جدا أفضل المنتخبات المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المغربي، يعني الأرجنتين والمغرب داو أحسن تنقيط، من بعدها جات فرنسا وكرواتيا.
يلا الاخوان ما تنساوش الدعم ديال القناة، وشكرا لكم، ومبروك الركراكي احسن ثالث مدرب في العالم.